يستقبل الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره منتخب ساو تومي ضمن مباراة الجولة الأولى من تصفية كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا. المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب جلال القادري من المتوقع أن يدخل بالتشكيلة الأساسية التالية: في مركز حراسة المرمى بشير بن سعيد، قلبي الدفاع ياسين مرياح بجانب منتصر الطالبي، غيث الزعلوني ظهير أيمن، علي العبدي ظهير أيسر، إلياس الصخيري لاعب ارتكاز، أمامه الثنائي عيسى العيدوني بجانب حمزة رفيعة، سيف الله الطيب ظهير أيمن، إلياس العاشوري ظهير أيسر، وسيقود هجوم المنتخب الوطني التونسي هيثم الجويني. ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره منتخب